طب حلو ده، حلو ده، فكرته جميله ولذيذه وعجبتني، وهنخطفها دلوقتي مع بعض. بيقول لك تعالى نرتب مع بعض بقى ان شاء الله افضل اللحظات الايقونيه اللي حصلت في تاريخ دوري ابطال اوروبا. شفنا كتير وعشنا كتير مع دوري الابطال، فتعالى نشوف اللي هيطلعوا لنا دول نرتبهم من 1 ل 10. مبدئيا كده ريمونتادا بارسا على بي اس جي وال6-1 بقى وسيرجي روبرتو والكلام الجميل ده. من اعظم مباريات دوري ابطال اوروبا اللي عشتها وشفتها في حياتي يعني. رقم 4، برضه باعتبار ان البارسا ما خدش البطوله في الاخر. الجول بتاع سكولز في البارسا الهاف فولي ده اللي على الطاير، يا لهوي على جمال ده جول، يا لهوي. طيب خلينا احطه رقم 8، جول حلو كده بس برضه مش ماتش. اه اه لما سيميوني قرر يتحدى كريستيانو رونالدو وقال له ابقى بائع بطيخ لو عملوا ريمونتادا علينا، وعملها كريستيانو عليه وعمل ريمونتادا وسجل ثلاثيه هاتريك. اللحظه دي ايقونيه برضه مع اليوفي 5. ماشي. ماتراتزي روي كوستا واقفين مع بعض. انا بصراحه ما شفتش اللحظه دي لايف فمش هقدر اقيمها يعني. رقم 10، ما شفتهاش لايف يعني فاهمني، ما عشتش اللحظه. طيب هدف روبن في نهائي دوري ابطال اوروبا 2013 لو انا متذكر صح، اللي كسبوا بيه بروسيا دورتموند في النهائي. برضه كلاسيكو في نهائي دوري ابطال اوروبا، لحظه تاريخيه. طب رقم 7 يلا. ريمونتادا الليفر على الميلان والتتويج بدوري الابطال الغاليه والله. رقم 3، جول ميسي اللي بالدماغ في مانشستر يونايتد. ده جول ايقوني لان ميسي ما تتعودش منه على كده، او مش متوقع منه ان هو يعمل كده، فده جول ايقوني مليون في المية. بس في لحظات برضو اقوى من دي، فخلينا نقول ميسي 6. ماشي. لوكاس مورا كان دي بقى بص اقسم بالله انا شفت الماتش ده لايف، الهاتريك بتاع لوكاس مورا في ماتش العودة ضد اياكس، انا بالنسبة لي يمكن والله مش مبالغة يمكن امتع ماتش شفته في تاريخ دوري ابطال اوروبا. بجد والله مش مبالغة، الماتش ده رقم 2. رقم 2. انا احطه في الخانة دي طبعا. رأسية كريستيانو رونالدو في المان يونايتد اللي طلع فيها 3 متر، حاجه عجيبه غريبه يعني ما حدش فاهمها لحد دلوقتي. بس كريستيانو عنده لحظات افضل من دي في دوري الابطال. خلينا ناخد رقم 9 ونشوف اللي جاي، ربنا يستر. روبن جول في مانشستر يونايتد، فشل الترتيب طبعا، دي مش رقم واحد، ما ينفعش دي تبقى رقم واحد طبعا. كان في حاجات تانية افضل من كده بكتير، ولكن هو ده الترتيب غصب عني عشان اللي هيغلط في الكومنتات انا ما اعرفش اللي جاي والله غصب عني. اتمنى ان شاء الله اكون حاولت ارتب على قد ما اقدر كده اللي انا شفته واللي انا عشته، وعايزك تقول لي رايك في الكومنتات.